عليكم معاكم من مباراة الأهلي والأسيوطي. الأهلي كسب 1-0. الأهلي حاليا في المركز الثاني، فرق نقطتين عن الإسماعيلي، فاضل له لسه 3 ماتشات مؤجلة. الماتش ده كان مؤجل من الأسبوع السابع تقريبا. أنا على طول على طول ندخل على التفاصيل. كابتن حسام البدري بدأ ب 4-2-3-1 المعتادة. في حراس المرمى كان شريف إكرامي بدل الشناوي اللي مصاب. قدام أربعة: محمد هاني على اليمين، على الشمال سامر رحيل، اتنين سنتر باكس سعد سمير وأيمن أشرف. قدامهم اتنين في نص الملعب: عمرو السولية وحسام عاشور. تلاتة قدامهم تحت أزارو. تلاتة كان بيلعب مؤمن يمين، أجاي شمال، عبد الله بيلعب مركز 10، وفي النص بينهم قدامهم أزارو مهاجم وحيد. بدأ الشوط الأولاني الأهلي. في الشوط الأولاني مفيش أداء تكتيك، مفيش أي حاجة من الأهلي. الأسود كان عامل الشوط الأولاني ماتش شوط كويس خالص. كابتن علي ماهر محفظ اللعيبه، معرفهم يعملوا ايه بالظبط، يلعبوا ازاي، دارس النادي الاهلي كويس. الاهلي ما عملش اي حاجه. الاهلي الشوط الاولاني كامل 3 كور: كرة الرأسية بتاعت أزارو، تصويبة أزارو، تصويبة بتاعت عمرو السولية. غير كده الأهلي مفيش لا أداء ولا تكتيك ولا أي حاجة. يعني حتى مثلا يعني كنا الأهلي لما بيلعب ماتش جامد ويسيب الكورة ويرجع في نص ملعبه، قبل نص ملعبه كان بيلعب المرتدات وبيعملها كويس. إنما لا في مرتدات ولا في استحواذ ولا أي حاجة. الأسيوطي ماسك كورة وإحنا في نص ملعبنا بنحلق بس ما بنضغطش. حتى لما الكورة تبقى معانا يعني مفيش حتى الكرة معانا. الاسيوطي برضو واقف كويس، سادد مش سايب مساحات. مش عارفين نعمل اي حاجة. ما بي- سعد سمير اخر جه في الدقيقة 30 اتصاب، 31 متصاب، وطلع ونزل محمد نجيب. وخلص الشوط الاولاني 0-0. انا مش هتكلم فيه كتير عشان الشوط كان صفر اساسا بالنسبة للاهلي. لعيبة الاهلي كلها كانت صفر في الماتش ده. يعني ما شفتش حد. ممكن السولية شوية اللي كان باين بتسدد كورتين. ازارو برضو كان بيعمل مجهود. انا السولية في ناس بتختلف عليه انا طبعا كلنا نتفق ان في تطور في المستوى. ناس تختلف على الماتش بتاع النهارده او ماتش الاسيوطي يعني. بس انا شايف ان هو عمل مجهود جرى كتير. شاط على الجول، كان بيساند حسام عاشور كان بينزل يدافع كتير. يعني انا شايف عامل مجهود وماتش يعني كويس يعني. بدأ الشوط الثاني لعيبة الأسيوطي بدأ البدني بتاعها يقل شوية. الأهلي بدأ يمسك كورة، نلعب اللعب اللي كنا مستنيينه، أو كنا مستنيين أكتر من كده كمان. بدأ عبد الله يفوق شوية. عبد الله بدأ يطلع على الطرف ونزل أجايب يلعب مكانه في النص. بدأ شو يعني يبدلوا مع بعض المراكز. مؤمن ما جاش الماتش أساسا. يعني أنا مؤمن في الماتش ده صفر، ما شفتوش خالص، ما شفتوه ما عملش أي حاجة في أي حاجة. يعني حتى الكورتين اللي جوله كان يا غلط في الباص يا اتأخر واتاخدت منه. بدأ يفوق الأهلي شوية، يمسك كورة، يستحوذ. لعيبة الأسيوطي بدأ البدني بتاعها يقل. أزارو كان عامل ماتش كويس. أزارو كان بينزل كتير، بينزل يطلع بالكورة، كان محدش كان عارف يوصل له الكورة. يعني مثلا أزارو كنا يعني بنشتكي منه الماتشات اللي فاتت إن هو كان بتجيله كور كتير كان بيضيع. الماتش ده تقريبا ما جاتلوش كور إنه يضيعها أساسا. المهم ده كان في الشوط التاني ده كان يعني انا بدأ يمسك كورة. جه الجون كورة. جول عالمي من عبد الله السعيد. يعني انا شايف من وجهة نظري من افضل الاهداف اللي جت في الدوري. يعني الكورة بصيت له راح مهوش كده، مكروت 2 لعيبه وداخل وار في البعيده يعني اقول لك إيه، يعني زي ما بيقولوا في الثمانينات كده عالميه. يعني ار اقسم بالله عالميه من بعيد في البعيده صعبه. جول حلو خالص من عبد الله. عبد الله كان بادئ يعني فاق شويه في الشوط الثاني، هو جاي شويه يعني. اما بيفوقوا الاهلي يعني بيبدا يظهر بشكل كويس. بيلعبوا كرة كويسه مع بعض. يعني بيساندوا ازارو، بيوصلوا الكرة لازارو، فازارو كمان بيبان. الشوط التاني زي ما قلنا الاهلي فضل مستحوذ، ما فيش اي حاجه استحوذ من الاهلي. حتى جه في اخر 5 دقايق الاهلي كسبان كسبان بيلعب الاسيوط وكسبان 1-0. وفي اخر 5 دقايق ولا اخر 10 دقايق راجعين بندافع في نص ملعبنا. مش عارف الاهلي كان ايه اللي كان في الفكر في الماتش ده. الكابتن حسام كان مريح لعيبه، كان مريح احمد فتحي، كان مريح وليد، كان مريح طبعا الشناوي كان اصابه، مريح كذا لعيبه بيعمل زي روتيشن كده. مش عارف يعني الماتش ده ازاي، يعني ازاي إيه اللي حصل في الماتش ده. ماتش يعني سيء. الشوط الاولاني من اسوأ الاشواط اللي شفتها الاهلي من فتره. تقريبا اسوأ شوط شفت الاهلي في الدوري الموسم ده. مفيش كرة نهائي. آه، مؤمن ما ظهرش طبعا، نزل باكر نزل في الشوط الثاني.
مش عارف باكا بيتزودها شويه، يعني ما بيخلصش الكوره باص، ما بيطلعش الكوره من رجله، بيتاخر في الكوره كتير. شفنا الكلام ده برضه في اجاييه في الماتش ده. اجاييه مش عارف يا جماعه، باين عليه الاجهاد، لازم يرتاح شويه. بيلعب كتير اجاييه، كل كوره تجيله بطيء، يعني ياخد الكوره ويلف. ما بي يعني مش عارف ماله. حتى كنا بنقول ان هو بيقف على الكوره كويس، ان هو لما بيقف على الكوره ما بيلحقش على ما يفكر يبصها وكده تكون اتاخدت منه. ده تقريبا في الماتش حتى عاشور مش عارف ماله الماتش ده، ما فيش يعني عاشور حتى ما فيش استخلاص، يعني ما شفتش استخلاص منه كوره. كان بيبقى اكتر لعيبه اللي استخلصت كوره، ما شفتش الكلام ده. عاشور اي كوره كان بيستخلصها كانت بفاول، يعني اي كوره كان بيستخلصها بياخدها بيعمل فاول عشان ياخد الكوره. طب ما يبقى ايه لازمتها؟ ما انت بتعمل فاول، انت بتعمل خطوره اكتر من اللي كانت موجوده اساسا. محمد عنتر كان عامل لاعب اسطوري، كان عامل يعني احلى اكل عيش عليه، يعني عدى عاشور في اكتر من كوره مش عارف ايه. محمد هاني المباراه كويسه، اي نعم ما شفناش هجومين كتير او ما عملش اوفرات وكده، بس عمل المطلوب منه. اي نعم برضه كان الجبهه بتاعته كان فيها محمد عنتر وكده، بس هو يعني عمل مجهود كويس، وكان يعني ايه بيدافع على قد ما يقدر. برضه لاعب ما بيلعبش كتير، يعني لاعب كويس، بس الركنه برضه بتقلل المستوى. صلاح لعب مباراة يعني شبه أحسن من الماتشات اللي فاتت، دفاعيا كويس كالعادة، يعني معقول. هجوميا بدأ يظهر شوية، أوفر باتنين تلاتة بدأ يظبط شوية. ده كان ماتش أزارو، عمل مجهود كويس، كان بينزل كتير، كان في حرمان من الكورة كانت بتوصل له. ما فيش التغييرات بقى. الشيخ لما نزله في اخر دقيقتين مش عارف بيقول لك، كان بيقول لك بيستهلك وقت بيه. طب ما انت انت بتلعب اسيوط وكسبان 1-0، وازاي اساسا تكسب 1-0 الوقت ده وبتستهلك وقت بيه؟ يعني ده كلام تقول اصلا في المؤتمر بعد الماتش. وحتى قعدوا يسالوه على السوليه وكده، قعدوا يقولوا مش عارف مستويات السوليه جيد، لاعب ممتاز، وعاشور لاعب ممتاز، ومش عارف احمد فتحي لاعب ممتاز. ما اتكلمش كتير، ما ادهمش يعني كلام مفيد. آه، مش عارف مؤمن ما جاش الماتش. ما فيش باكا نزل برضه زي ما قلنا، بيلعب عليه، بيفكر كتير، ما بيخلصش كورة، عايز يلعب فردي. هو لاعب كويس بس لازم يطور نفسه شوية. ده كان كل اللي انا شفته في الماتش. الاهلي كان عامل ماتش، ما كنت متوقعتش ان اشوف ماتش زي ده خالص. يعني الاسيوطي شوط اول كامل ما شفتش الاهلي فيه، يعني بيلعب اسيوطي. والشوط التاني يعني حتى جينا بعد ما كسبنا بندافع، خايفين من اسيوطي ليه مش عارف. المهم ده كان الماتش. المهم الاهلي كسب وخد الثلاث نقط، بقى في المركز الثاني بينهم وبين الاسماعيلي نقطتين، ولسه فاضل ثلاث ماتشات مؤجله للاهلي. الاهلي كده بالماتش ده عامل كده الاهلي عامل سلسله، لها يعني بقاله 46 ماتش في الدوري ما خسرش. الاهلي ده الماتش 46 اللي في الدوري ما خسرش. في طبعا ماتشات من الكاس برضو بقاله فتره. يعني الموسم اللي فات خدنا الكاس طبعا من غير هزايم، ما فيش هزايم في الكاس. وقبلها كان اول هزيمه كانت في اخر، كانت اول هزيمه قبلها كانت تعتبر الزمالك، هو بتاعت الماتش بتاع السوبر اللي خسرناها في البلانتات. وده اما تيجي تحسب الماتشات ما بتحسبش هزيمه، بتحسب تعادل، لان الماتش خلص تعادل وبلانتات عشان ترجح الفريق اللي هياخد الكاس بس مش اكتر. بس ده كان كله في الماتش. الاهلي ماشي بخطى ثابته نحو على ناحيه الصداره. كابتن حسام عامل شغل كويس. قلنا انه حتى لو الاهلي ما فيش اداء بس بيعرف يكسب، حتى لو بمجهود فردي من لاعب او اتنين او تلاته، او حساب برضه باللاعب جماعي. المهم ان هو بيعرف يكسب حتى لو ما فيش اداء. الاهلي لو كسب الماتشات المؤجله هيبقى بينهم الاسماعيلي 7 نقط. الاسماعيلي تعادل الجوله اللي فاتت. ده كان كل اللي في الماتش. ده اللي لازم يركز شويه في لعيبه، لازم ترتاح، لازم مع عمليه الروتيشن يستخدمها. انت معاك لعيبه اللي قاعده بره كويسه برضه، فليه مثلا عشان ما تريحوش ماتش او اتنين؟ عبد الله مثلا، عبد الله بقى على فكره مستواه من بعد ما رجع من الاصابه مستواه كويس خالص، بس عادي برضه. يعني لازم تلعب اللعيبه اللي عندك، تريح ازارو ماتش مثلا. يعني في لعيبه كتير ممكن ترتاح. ايمن اشرف يا جماعه صح ما اتكلمتش عليه يا جماعه. ايمن اشرف اقسم بالله عامل اداء عالمي في المكان ده. اي نعم مش مكانه، بس اقسم بالله كان عامل ماتش عالمي النهارده. كان من افضل اللعيبه في الخط الدفاعي. يعني ممكن من وجهة نظري ممكن بعد عبد الله يكون هو رجل مباراه. كان عامل ماتش عالمي في مكان مش مكانه اساسا. شريف كان ما راحش عليه كور خالص. اي نعم اسيوطي طول الشوط الاولاني مستحوذ، بس ما راحش بكوره على المرمى خالص. انا مستحوذ ماسك كوره بس. بيقول لك يعني ايه ان انا لو حتى لو ما جبتش، طول ما الكوره معايا، لو حتى ما جبتش الاهلي ما يعرفش يجيب هو كمان. بس يا جماعه ده كان رايي في الفيديو بتاع النهارده. الاهلي لازم يحسن المستوى شويه، لازم يعمل روتيشن، لازم في لعيبه لازم ترتاح وكده زي ما قلنا.
ده كان الفيديو بتاع النهارده. استنى الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. هنحاول نعمل فيديو عن ملخص ده الجوله الاخيره من دوري ابطال الفرق اللي صعدت وبس كده. سيبوا لي رايكم في الماتش. طبعا ممكن الناس كان ماتش سيء. انا من فريق ما استناش منه المستوى ده. من افضل لاعب في المباراه، اي نعم سيئه، بس من افضل لاعب. مين اللاعب اللي شايفين ان ممكن ترتاح في الفتره اللي جايه؟ سيبوا لي رايكم في الكومنتات لو الموضوع يهمكم، واعملوا لايك وشيروا على اليوتيوب، واعملوا سبسكرايب. طيروا انتوا، السلام عليكم.